لكم بلي السيد هذا ماشي ساهل، قلت لكم بلي السيد هذا جو بايدن افريقيا، قلتها لكم مرارا وتكرارا، قلت لكم بلي هذا اقوى شخصيه رياضيه بعد فيراس مباشره، بالك اقوى من فيراس. عبالكم خلى الدعوه بردت ودار راح دار المسائل تاعو القانونيه وراح دار الاستئناف وشكاو منا. شوف خوتي، على بالي بلي تعرقوا عليا في الكومونتار ومنا نهضروا قانون. ايكيب اللي تخرج من الماتش خاصها تروازيام قانون، يعني بعيدا على العاطفه، بعيدا على التخيلات بكذا. العالم هذا يحكموا القانون، باش نكونوا واضحين. العالم هذا يحكموا القانون. تخرج من الماتش خاصها تروازيام. خلى الدعوه بردت، ضربهم صاروخ باليستي، فرد صوتي ضربهم، يعني فرح شعبه في العيد وجاب لهم كوب دي موند. كي قلت لكم فوزي لقجع ماشي ساهل، والله ما سهل. مبروك الشعب المغربي التتويج بكاس افريقيا بعد انتظار 50 سنه. المهم الف مبروك لفوزي لقجع قال المغرب. ده يؤكد لك بما لا يدع مجالا للشك انه قوي بشكل غير طبيعي، وانه كما يقال في المملكه المغربيه العربيه الشقيقه انه الرجل الحديدي داخل الاتحاد الافريقي لكره القدم، وهو الاستاذ فوزي لقجع. فالف مبروك لاخواتنا في المغرب، وهارد لك طبعا لاشقائنا في السنغال. ربنا يكون في عونهم، ربنا يكون في عونهم، ربنا يكون في عونهم. سيد فوزي لقجع، انت اجمد رئيس اتحاد كرة في العالم. سيد فوزي لقجع بيعيد على الشعب المغربي كله، بيهديه الكاس الامم الافريقيه الغائب عن المغرب منذ 50 سنه بعد سحبها من السنغال واهدائها للمغرب بسبب الاحداث اللي حصلت. وكمان بنشيل العقوبات اللي حصلت كلها بسبب شغب الجماهير وبسبب السباري لما وقف خد المنشفه بتاعت مندي والكلام. كل الغرامات اتشالت والبطوله رجعت في سابقه تاريخيه لم تحدث من قبل. عشان كده انا بقول لكم ان هو اجمد شخصيه رياضيه في العالم حاليا. عيد على الشعب المغربي كله، فرح الشعب المغربي كله في نهايه رمضان وقبل العيد بيوم ولا بيومين. كل سنه وانتم طيبين، والف مبروك للشعب المغربي البطوله المنتظره بعد 50 عام. هذا الانسان اعطانا درس بالعمل والاحترافي، العمل بصمت، مش بلا 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 بلا، العمل والتطبيق، الدق والإسكات. الله يعطيك الصحة السيد فوزي لقجع، كنت وما زلت وستبقى شوكة في حلق أعداء الأم المغربي العظيم. السيد فوزي لقجع لما يحضر اسمه بأي مكان بيموتوا أعداء الأم المغربي. عرفتوا مين؟ الجيران هوك. السيد فوزي لقجع أي حاجة، أي نجاح للمغرب بيقول لك لقجع دار. عن جد الله يعطيك صحيحتك. انت مثال للعمل الجاد، للاحترافي، للعمل بصمت، الصبر. شفتوا اللي داز على المغرب بكأس أفريقيا يا جماعة، وكيف الكأس اتخذ من قدام عيون المغاربة، ولكن كان في هدف وحكمة عند رب العالمين. وأنا بعتبر هذا الرجال هو قاهر الكراغلة وأعداء الأم المغربي. الله يعطيك صحيحتك، والله يخليك ذخرا لهذا البلد الأمين. وأنا شخصيا نفسي قابل حضرتك سيد فوزي لقجع، أنت والسيد ناصر البوريطة مولا المقص، لأنه معزكم كبيرة بقلبي، وبعتبركم قدوة ناجحة في حياتي. بحبكم مثلكم بالشغل. فعن جد الله يعطيكم صحتكم، والله يخليكم للمغرب والمغاربي، وإن شاء الله ديما راية المغرب مرفوعة بالسماء بفضل أبناء الشرفاء من أمثالكم. والله يديم صحيحة جلالة الملك محمد السادس نصره الله ويجعله ذخرا لهذا البلاد الأمين. والله يعز من المغرب والمغاربة وديما مغرب. مش كل إنجاز بده ضجيج، في إنجاز بده قيادة. بعد البطولة في ناس خسرت أخلاقها، وفي بلد ربح احترام العالم. المغاربة ما كانوا جمهور، بل كانوا صورة بلد رقي وتنظيم واحترام، خلى العالم يوقف ويتفرج ويضرب التحية. والمنتخب مش مجرد لاعبين،
هدول نتاج رؤية شغل سنين. شباب مغاربة من كل الدنيا اختاروا الهوية ولبسوا القميص بفخر، مش لمجد شخصي بل لمغرب كامل. في ناس حاولت تشعل فتيل الفتنة. جلالة الملك قال خطاب أقوى من أي رد. أفريقيا مش ساحة كراهية، أفريقيا إخوة، والنجاح المغربي مش ضد أي حد بل هو نجاح القارة كلها. وفي وجه التشويش والتشكيك في شعب بيعرف يميز، ما بينجرف للحقد ولا ببيع تاريخه بلحظة انفعال. الاحترام ما بينشرى، والقيادة تقاس بالنتائج مش بالكلام. الفخر انك تكون بين بلد بيقود برؤية بعيدة المدى، بلد كبيرة بقيادة رشيدة. وعاش المغرب ولا عاش من عداه، وديما مغرب.